مساء الخير واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال نشوف اول تعليق في المساء الرياضي بعد نهايه مباراه المغرب والسنغال ونهايه افريقيا. اهلا وسهلا بكم مشاهدين بين سبورتس، حياكم الله في الحلقه الختاميه من برنامج المساء الرياضي. نرحب بدايه في ضيوف هذا المساء. بالطبيعه ما نجمش ما نحكيش لانه على ابراهيم دياز، على ضربه الجزاء. ابراهيم دياز من القمه، كان فوق السحاب في هذه الكأس الافريقيه الى القاع لانها الطريقه هذه انتهت المقابله. بعد ذي اعلن الحكم نهايه المقابله، معناها كانت ضربه جزاء حاسمه، كانت نجم تكون اذا كان في الترتيب العادي العاشره وينتهي المقابله والتتويج. بس من القمه الى القاع في بالطبع، لانه سامحني، شوف كرة القدم إذا لم تحترمها تعاقبك، كرة القدم إذا لم تحترمها لا تحترمك. بطبيعة الحال أنا نحط مكاني بلاصة ابراهيم دياز اليوم ربما معناها أكثر إنسان حزين على الكرة الأرضية، لأنه فرحة شعب، فرحة 40 مليون، فرحة انتظار متاع نصف قرن. هالفرحة هذه الكل كانت في ساقين ابراهيم دياز. انت قصدك في طريقة التنفيذ؟ لأن في لاعبين كبار نفذوا بنفس الطريقة، زيدان وتوتي وكثير من اللاعبين ورونالدينو وميسي وكثير من اللاعبين، ولا الطريقة في هذا التوقيت يجب أن ما تكون في نفس ما شاهدنا؟ لا أما دقيقة 95 أو 96 انتهت المقابلة وفي يدك معناها كرة كنت نجم أنا الراب تسددها بأي طريقة تحب، ما يلومك حد، باج وغيره ورونالدو هو على طريقة بانينكا. لا بانينكا وقته ما هوش وقته تماما، وحتى طريقة بانينكا. طيب لو تم تسجيلها ما كنا قلنا هذا بالطبع ولكن الطريقة سامحني والله ما نعرفش. لا يعني الوصف الدقيق، لاني بسال الجميع عن ركله الجزاء. لا غلطه تماما، فيها استهتار بكره القدم. انا سؤال نقوله ما نحبش نعطي الجواب نتاعو. لو كانت في كاس اوروبا، لانه نحكيو على كاس افريقيا. طيب لا انا بالسؤال. انا اعطي السؤال. لو كان ابراهيم دياز مع ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج وعنده الكره الحاسمه التي يفوز بها ريال مدريد بالكاس، كان يتصرف بهذه الطريقة؟ طيب انت قصدك يعني في حدث كبير صعب ان تلعب نفسها؟ زيدان في نهائي كاس العالم 2006 امام ايطاليا امام بوفون هذا اعطاه تمريره لا بس بنفس الطريقه اللي هي الباينكا. لا لكن التنفيذ انت ذكرت تحضير ليها، فما كذا، فما تنظر للحارس يتحرك ما يتحرك، الحارس مندي ما تحركش، معناها سامحني. طيب اروح لك ابعد، توتي في نصف نهائي يورو 2000 ضد هولندا. بدي احنا نحكيه توا. لا انت قصدك التكنيك ولا طريقه التسديد؟ لا. هناك لاعبين كبار. اي عشبي لاعبين كبار، مباريات حاسمه. ابراهيم دياز لاعب كبير. طيب مباريات حاسمه. ذكرت لك توتي في نصف نهائي اليورو، زيدان في نهائي كاس العالم. ايوه سجلها. يعني قصدك بالطبع تتحمل. بالطبع النهايه. شوف باش نحكموا على مدرب احنا في الاخير، علاش نكونوا قاسيين على المدربين وما نكونش نفس الحكم على اللاعب، نحكم عليه بالنتيجه. المدرب ينجم يعمل مقابله وفريقه ما يلعبش وينتصر. طيب عشان نختم، تعال نشوف اول تعليق من فتحي المولدي بعد نهايه مباراه المغرب والسنغال ونهايه افريقيا. فتحي المولدي اهلا وسهلا، رايك في المباراه النهائيه من ناحيه ما شاهدناها من احداث اثناء المباراه؟ والله ساعة أولا تحية للأصدقاء، تحية للسادة المشاهدين والمشاهدات. بطبيعة الحال أول حاجة ساعة نهنيو السنغال بهذا التتويج المستحق، والحقيقة معناها الفريق السنغالي عاد من بعيد، وربما المنتخب المغربي ساهم في إرجاعه من بعيد، لأن المقابلة كانت ممكن أن تنتهي، ثم بالطبيعة هارد لك للمنتخب المغربي. هنيئا للمغرب بهذا التنظيم الاستثنائي. الحقيقة عشنا كأس إفريقية من طراز عالي وعالي جدا، ولكن نحب التحية الكبيرة والخاصة لساديو ماني، لأنه ساديو ماني لا أقول أنه أنقذ نهائي من فضيحة مدوية،
لا، أنقذ الكرة الإفريقية من فضيحة مدوية، لأنه الكثير مش عاجبهم أنه تكون هذه الروعة في الكأس الإفريقية، وخاصة في الغرب اللي ما يهمناش، ولكن نقرأوا بعض التعاليق وما الناس ما يحبوناش ننجحوا، ولكن احنا بدنا ساعات نساهموا، نعطيهم على طبق أنه إمكانية أنه ينقلوا النجاح متاعنا. ساديو ماني كان راجل وسيد الرجال كما نقولوا احنا في تونس الحقيقه، وقال لهم ارجعوا احنا رجال ما نغادروش، وبطبيعه الحال من بعد تو نحكيوا على التسلسل. مقابله الحقيقه هي شكوكيه وقت اللي في بالنا انتهت وقتها بدات، وقت اللي في بالنا من انتهت المقابله وسيقع التتويج وضربه الجزاء وقتها بدات، مع الاسف وقتها بدات مع الاسف للاشقاء المغاربه معناها، ولكن السنغال تستحق مع الاسف وقتها بدات للسنغال، لانه بعد تو نحكيو في النصف ساعه الاخيره معناها ولا تقريبا المنتخب السنغالي لظروف متعدده اصبح تقريبا هو ملك، هو الصيد، هو اسد الميدان. تعال نشوف أول تعليق من المحلل المغربي بدر الدين الإدريسي بعد نهاية مباراة المغرب والسنغال. ونقول لبدر الدين الإدريسي أهلا وسهلا وهارد لك. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير أصدقائي ورفاقي في هذا البرنامج، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. صحيح أن اليوم حالة حزن كبير جدا يعيشها المغاربة في أعقاب هذا ضياع هذا اللقب الإفريقي الذي كان المنتخب المغربي أقرب إليه من حبل الوريد. أعتقد على أنه فعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل أن ينال اللقب، لكن لغاية الأسف لم يضع خواتيم القصة الجميلة بالطريقة التي كان يجب أن يفعلها. ما شاء الله ما قدر فعل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لكن هذا هو قدر الله، أنه لن يكتب لكرة قدم وطنية أن تتوج باللقب الإفريقي بعد مرور 50 سنة. يجب أن تنتظر دورات أخرى، لكن اتركني أقول لك على أن المنتخب السنغالي، وأنا أهنئ بالمناسبة، يستحق هذا التتويج لأنه قدم مباراة نهائية من المستوى العالي على كافة المقاييس. بدا بأنه منتخب كان محضرا نفسيا وأيضا تكتيكيا وتقنيا بدنيا لهذا النزال، لكن هذا النهائي لغاية الأسف شبهه بالأحرى مشهدان مخزيان. أنا في الواقع أعتبرهما المشهد الأول مشهد قرار لاعبي المنتخب السنغالي بتحريض من مدرب بابتيو على مغادرة الملعب، مشهد لا يليق بهذه المسابقة الإفريقية على الإطلاق. ما كنت أتمنى هذا الأمر حتى لو كانت ضربة الجزاء فيها نسبة كبيرة من عدم الوثوقية، إنما ما كان الأمر يفرض هذه المغادرة بهذا الشكل الأرعن، ونصدروا هذه الصورة في بطولة كانت حقيقة يستمتع بها الجميع، أن نصدر مثل هذا المشهد. ثم أيضا زميلي مشاري مشهد إضاعة إبراهيم دياز بتلك الطريقة لضربة الجزاء، لو سجلها كانت المباراة ستنتهي وكان اللقب سيذهب للمنتخب المغربي. لكن أنا أقول على أن هذه الأقدار قضاء الله وقدره، ونحن نحترم قضاء الله وقدره. قضاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.